السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل بيت، في كل مكان، في كل محافظة، أنا سلام بيكم. النهاردة إن شاء الله حصتنا مع حل جزئية الألكين وجزء مرتبط بالألكين والألكان مع بعض في حتة واحدة. يلا بينا نبتدي حصتنا. ورقة وقلم الجميل، اقعد حل الأفكار لوحدك، شوف اللي واقف معاك ثم ارجع لي واسمع الحصة كويس بتاعت الشرح، ومحدش يفكر إن هو يقدر يحل لوحده من غير ما هو يذاكر كويس، يطبق الأفكار اللي قلناها جوه الحصة كويس، ثم يحاول لوحده كويس. واللي يقف معاه تعالى اتعلم من أخطائك، والخطأ اللي يقف معاك علم على السؤال وحله تاني مره لوحدك. يلا بينا نبتدي حصتنا وبحبكم جدا جدا. يلا بينا حبايبي. بيقول لي on burning 1 mole of gas، يعني انا معايا غاز واحد بس حرقته 2 مول من الكربون دايوكسيد، يعني انا عندي 2 CO2 و3 مول من H2 و3 H2O. خلاص 2 في C يبقى هنا كان في C2 و3 في H2 يعني هنا في H6. طريقة جامدة جدا اسمها تيك اور ليف، اللي هو ايه؟ يعني تدور وتشطب على طول. بص يا حبيبي، هتلاقي نفسك شلت ده وشلت ده وشلت ده واخترت ده. اخترت اللي ينفع يشتغل معاك في عملية الاحتراق، هو ده اللي هيفيدك يا باشا. ما تنساش 2 في O 2 ب4 O و3 في O ب3 O. 4 و3 مجموعهم كام يا جو؟ 7. طب هنا 7 وهنا في 2، يبقى انا احط هنا ايه؟ ممكن نحط 7 على الاثنين او تحط 3.5 في الاثنين ب7. اللي بعده بيقول لي هنا using as dry clean. بص كنت افكرك بكلمه كيلي 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 كيلين. ايه ده كيلي؟ اللي هو ايه؟ CL وفي سي هنا وسي هنا. افتكر كانت ماسكه في سيهات وهنا ماسكه في اتشات، واعمل شويه حركات. جميل. هتبقى الاجابه الصح هي الاجابه CH3 CCl3. اللي بعده not use in save antiseptic، يعني ماده مخدره امنه. امنه اللي هي اسمها ايه يا رجاله؟ مستر انا فاكر ان كان في واحده مش امنه اللي كانت في الاول، اللي كانت لو في منها اوفر دوز كانت تموت، والثانيه كان اسمها هالوسان، دي كانت امنه. كانت عباره عن ايه؟ انا فاكر يا مستر ان هي كانت 2 سي صح، وفيها BR وفيها CL وفيها H وفيها 3 F. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه دي. جميل. هالوجينيشن اوف كلوروفورم ان UV. هو كلوروفورم ده رمزه ايه يا رجاله؟ CH CL3. حلو. هالوجينيشن يعني احط عليه هالوجين CL2 مثلا. في وجود الUV، اول ما اسمع UV او درجه حراره 400 اعرف ان انت هتشتغل بسبستيتيوشن. سبستيتيوشن يعني ايه بقى؟ هم هنا كام CL؟ 2. كنا بنقول بقى عليها جمله اسمعها كده: واحده تغفل والثانيه تقفل. يعني ايه؟ واحده تغفل وتاخد الاتش، والثانيه تغفل وتخش مكانها. هم في 2 سي، ادي سي وسي اللي هو CL وCL يعني. فواحده هتغفل وتاخد الاتش هيبقى اسمها HCl، والثانيه تخش مكانها CL تخش مكانها يبقى اسمها CCl4. تبقى الاجابه الصح CCl4. CCl4 ده يعتبر خلي بالك سولفنت زيه زي البنزين والكيروسين وكده، اسمه كربون تترا كلورايد. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه دي. اللي بعده ذا جنرال فورمولا اوف برومو الكان. هو الالكان رمزه ايه؟ CnH2n بلس 2. عايز امسكه مع واحد من البرومين. فاكر لما قلت لك عشان ارتبط بحد، ما بص ما بالعقل، عشان ترتبط لازم تضحي، فلازم اضحي بواحده اتش. فانا دلوقتي ماسك في ايه؟ CnH2n بلس 2. هضحي بواحده من اللي معايا. خلي بالك، تعالى معلش انا اسف بس هضحي بواحده بقى مش بحبها اهو، هضحي بده، فيبقى اسمها CnH2n بلس 1 ماسكه مع الBR. يا ولا، يبقى الاجابه صح CnH2n بلس 1 ماسكه مع الBR. حبايب قلبي يا ناس. ثيرمال كاتاليتيك كراكنج اوف نورمال اوكتان. ثانيه واحده، اوكتان C8 اتش كام؟ اوكتان ده الكان 8 في 2 ب 16 زائد 2 18. طب تعالى نكسر الراجل ده. الراجل ده من التكسيره الشهيره بتاعته هنكسرها ل 4 واتش و4 واتش. يلا 4 واحد مره هيبقى الكان والتاني مره هيبقى الكين. 4 في 2 ب 8. 4 في 2 ب 8 زائد 2 ب 10. يعني ممكن مره بيوتان وبيوتين. طب ها بيوتان اند بيوتين موجود. طب تعالى نكمل قرايه بقى. بروبين يعني 3 وبنتين. بص ان وان ما ينفعش، لازم ان وان.
طب ان واين برضو شكرا جدا ليك. يبقى حبيبي شكرا جدا ليك، الاجابه الصح هتكون الاجابه بي. اللي بعده The water gas is a reducing agent. أو water gas is in a matrix form صح and can be used to obtain by the reaction of water vapor. أنا كنت بجيب إيه؟ ووتر جاز. هات الووتر، هات الجاز، يديني ووتر جاز. الووتر رمزها H2O والغاز رمزه CH4 اللي هو غاز الميثان. يبقى الإجابة الصح إن أنا بحط غاز الميثان مع الووتر فيبور، درجة حرارة 725 725 في وجود الكاتاليست. اللي بعديه دراي ديستليشن. دراي ديستليشن افتكر اللي هي أي حاجة فيها كلمة سونا. كنت بحط عليها الولد اللي اسمه نوش ومعاه صاحبه اللي اسمه سو. يلا صوديوم اسيتيت. صوديوم اسيتيت اللي هو CH3 سونا. كان ساعتها ايه اللي بيحصل يا باشا؟ هقول لك اللي بيحصل. ساعتها البت سونا دي تروح ودي تاخد اتشايه من ال NaOH، هيبقى اسمها CH4 ميثان. ما قريتش لحد الاخر فاخترت دي، وهي دي الغلطه. ليه يا مستر؟ زن، كلمه زن بعدها ثم، يعني في حاجه تانية هتعملها. هيتنج ذا برودكت 1000 نو اير، بسخن 1000 ومفيش هوا. يبقى اكنك كده بتعمل ايه؟ ديستراكتيف ديستليشن، انت بتموتها. اسخنك ده انا كنت بعمل حاجه اكسرها سي و2 H2. السي لوحدها دي كان اسمها بلاك كربون، الفحم الاسود واللي كان بيستخدم بقى في الانك والبينت وكده يعني. اللي بعديه بيقول لك using the following equation represent the catalytic thermal cracking for Y W اللي هو الالكان. يبقى الالكان هو الدبليو الكبير يعني ده اللونج تشين. فلما اتكسر اتعطى اكس و2 واي. ماشي. قال لي ان اكس از اوبتيند فروم دراي ديستليشن. بص عمليه دراي ديستليشن ده من غير ما تفكر يبقى على طول انا عرفت ان الراجل اللي بيتكون ده هو الكان. مين ده؟ ده الاكس. يبقى انا عرفت ان الاكس ده هو الكان. طالما الكان يبقى ده يا رجاله الكين. طب تعالى نكمل. اند واي اللي هو الالكين ماله؟ از مولكيول كونتين 9 اتوم. طب تعالى كده CnH2n دي فورمولا بتاعت الالكين فيها 9 اتوم. طب يبقى هنا N بلس 2N يساوي 9. N و 2N يعني 3N تساوي 9. يبقى ال N الواحدة بكام؟ ب3. يبقى أنا يا راجل يا محترم عرفت إن الواي C3 ما هو NH2N H6 وهو جايب كام واي؟ جايب 2. يبقى 2 من C3 H6. يبقى هنا 3 في 2 ب6. يبقى هنا في 6 كربون. طب هنا في كام كربون ما نعرفش، بس وده الكلي. تعال نجرب نشوف بقى بيقول ايه. بيقول لي ده هنا عايز يعرف مين؟ عايز يعرف الدبليو والاكس. ماشي عشان انت عارف الواي يعني. قال لك ان ده 10 و12 ده ديكان. نجرب. وده 2 ميثايل بروبان. اولا في نقطه، هو قال لي كلمه اسمها نون برانشد. كلمه نون برانشد يعني ما فيهاش فروع. 2 ميثايل بروبان يعني ده في فرع. شكرا. و2 ميثايل بيوتان ده في فرع. كده انا حذفت اجابتين عشان هو قال نون برانشد. الله يكرمك. طب تعالى نجرب. سي 11 اتش 24 11 في 2 ب 22 زائد 4. ماشي جميل. طب هكسره لهكسان. هكسا يعني 6 كربون. لو انا جيت قلت هنا في 6 كربون 6 كربون وانا قلت لك في 6 كربون يعني 12 كربون، ما لازم المجموع بتاعهم يساوي ده، يبقى غلط، دي مش تنفعش. طب سي 10 اتش 22 بيوتان. بيوتان يعني كام كربون؟ 4. 4 كربون وهنا في 3 في 2 ب 6 كربون. 4 و6 يبقى 10. يبقى تصدق صح، يبقى هي دي الاجابه. الله، الاجابه الصحيحه هي سي. اللي بعديه دراي ديستليشن اوف صوديوم اسيتيت. حلو. صوديوم اسيتيت اللي هو CH3 CO. افرد وشك بالله عليك وركز معايا، بالله عليك ركز عادي، الموضوع بسيط. دراي ديستليشن NaOH وهنا CaO. وبعدين يا توته هشيل كلمه سونا هيتبقى لي هنا CH4. then heating the product with water vapor. مع ووتر فيبور درجه حراره 725. ساعتها يديني كح COH2 اللي هي اسمها ووتر جاز. يبقى الاجابه الصح هتكون سي. الووتر جاز ممكن اصنع منه ماده اسمها الليكويد فيول. بعدين هالو فورم. بص نتأكد على حاجه بس. كلمه فورم معناها 1 كربون. معلومه. هالو معناها اي حد من جروب ال7A هالوجين.
يعني واحد كربون ماسك مع حد من 7 a از تراي هالوجين ديريفاتيف. كلمه تراي هالوجين يعني مدخلين من الهالوجين. يبقى تاني، مدخلين كام هالوجين يا رجاله؟ مدخلين 3 هالوجين. ماشي. يبقى الهالو فورم احنا مدخلين 3 هالوجين. ماشي. على مين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز حد فيه واحده كربون. الحاجه اللي فيها واحده كربون هي الميثان. ما انت محتاج واحده كربون على الهالو فورم اللي وراه. The following equation represents the reaction of one of petroleum product. 16 كربون هيتكسروا لايه؟ سي 8 اتش 18. 8 في 2 ب 16. يبقى ده تبع عيله الالكان، وده تبع عيله الالكين، وده تبع عيله الالكين. وانت لازم تجمع 2 في 2 ب 4، وهنا 4 وهنا 8. 8 و8 16. مظبوط. بيقول لي بقى هنا ذا تايب اوف ذا رياكشن، ده اكيد ثيرمال كاتاليتيك كراكنج. يبقى مش ده كراكنج يا ده. وبعدين جنرال فورمولا اوف ذا رياكتنت. رياكتنت يعني اللي موجود قبل السهم. اللي موجود يا عم الحاج قبل السهم اكيد ده تبع عيله الالكان. يبقى ده CnH2n+2 لان انا بكسر اللونج تشين الكان. معلش اكتبها لك عشان الموضوع يبقى دسم بالنسبه لك. بكسر اللونج تشين الكان. حلو. اللي بعده the halogenation of alkane is obtained by. halogenation للالكان، عيله الالكان بتتفاعل بطريقه اسمها طريقه السبستيتيوشن. يعني ايه كلمه سبستيتيوشن؟ يعني بالبلدي شيل اتشايه ودخل مكانها واحده من السي او من الهالوجين. يبقى هنا صح. هنا ريبليس هيدروجين باي 1 اتوم اوف هالوجين. الله. سي. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ثرو ذا ايكويجن اللي قدام حضرتك هو هنا سي 3 اتش 8. تعال نجرب كده. 3 في 2 ب 6 يبقى سي ان اتش 2 ان بلس 2. اعرف ان ده تبع عيله الالكان، وطالما يو في يبقى دي طريقه السبستيتيوشن. الراجل عمل ايه؟ شال واحده اتش ودخل مكانها اف وطلع اتش اف. جميل. بيقول لي بقى ذيس رياكشن از، لسه قايلين حالا سبستيتيوشن رياكشن يعني تفاعل تبديلي. اللي بعديه بيقول all of the following are among the propane property except that it. كل ده تبع خصائص البروبان except الحاجه الغلط اللي ما تنفعش. saturated hydrocarbon طبعا ده الكان. رياكت سبستيتيوشن طبعا صح. هاز مور ذان وان ايزومر. هم دول ايه؟ بروبان. بروبان يعني سي 3 اتش 8. لو انت عملت ايزومر هم 3 ما لهمش. ما تجيش تقول لي حلقه، لا الحلقه قاعدتها سي ان اتش 2 ان، اما هنا قاعده سي ان اتش 2 ان بلس 2. ما تنفعش. يبقى هنا هاز مور ذان 1 ايزومر. يبقى الاجابه سي اجابه خاطئه. جميل. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ذا فولوينج ايكويشن. الايكويشن اللي قدامك ده ثانيه واحده كده رجاله نجيبوا حاجه. بيقول لحضرتك هنا ان الفولوينج ايكويشن يعني الايكويشن اللي قدام حضرتك دي مالها يا استاذه محترم؟ قال لي ذا فولوينج ايكويشن ريبريزنت ذا ثيرمال كاتاليتيك كراكنج اوف اوكتان. تكسير الاوكتان. لا ركز معايا بالله عليك. كسرها على 4 يبقى هنا فاضل 4. 4 10 يبقى ده تبع عيله الالكان. يبقى الوش ده تبع عيله مين يا رجاله؟ الالكين. يبقى 4 8. اكس هنا بص 2 في 2 ب 4 2 في 2 ب 4. هنا 4 8. لا انا عايز اخلي تجميعتهم شبه ده. 3 و1 4 و6 و4 10. مش ده. 2 و2 4 و2 و4 6. مش ده. 2 في 2 ب 4 و2 في 4 ب 8. يبقى ده هو اللي يقدر يديني الشكل بتاع C4H8. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا in the following reaction determined A حصل لها dry distillation. B straight chain alkane الوزن بتاعها 58. wait طالما اعطاني وزن يبقى اشتغل بالمولر ماس. افتكر القاعده بتاعت الالكان CnH2n plus 2. الوزن بتاعها 58. طالما بالاوزان شيل السي وحط 12 يبقى اسمها 12n. شيل اتش وحط 1 2n بلس 2 يساوي 58. ودي ده هناك بعكس الاشاره. هيبقى و12 و2n يبقى 14n يساوي 56. يبقى الان الواحده تساوي 4. يبقى اللي طالع ده C4H. 4 في 2 ب 8 زائد يبقى 10. ماشي. عايز ايه بقى؟ ادينا حاطين المركب اللي قدام حضرتك. the X which produce as isomer of B
دراي ذا فورمولا اوف كومباوند اكس. فين اكس؟ عايز اكس which produced as an isomer of B. هو ايزومر للبي. فهمتك. بعد ما انت جبت المركب هو عايز الايزومر بتاعه. ما هو المركب اسمه C4H10. هات الايزومر بتاعه. احلى ايزومر يا عم. 4 كربونات هعملها 1 2 3 والرابع فرع. فالفرع هنا موجود عند الثانيه هيبقى اسمها 2 ميثايل و3 كربونات يبقى اسمها بروبان. جميل موت. اللي بعديه the number of mole of carbon dioxide and water vapor produced from the combustion of 1 mole of B. B اللي هو C4H10. على فكره ممكن احسبها كروكي. بلس اكسجين. اي مركب اورجانيك يتحرق بالاكسجين بيطلع حاجتين ثابتين CO2 و H2O. هنا في كام C؟ 4. هنا في كام C؟ واحده يبقى انا احط 4. هنا في كام H10؟ هنا في كام H2 يبقى انا احط 5. وتعالى نكمل بقى. 4 في 2 ب 8 و5 في 10 5 في 1 ب 10. يبقى كده مجموعهم 13 اتوم من الاكسجين. وهنا في 2 اتوم. 13 على الاثنين يعني ممكن تحط او 7.5. جميل. يبقى انا ممكن احط 7.5. هو بقى طبعا مش عايز ده. هو بيقول لي بقى هنا ايه؟ انا عايز اعرف فيه كام كربون دايوكسيد. 4 مول من الكربون دايوكسيد و5 مول من الووتر. اللي ورا بيقول لك في السؤال اللي بعده يا رجاله هنا halogenation is a combined by substitution only in the case of the reaction of halogen with مين؟ لو جيت افكر مش هينفع اقول بنزين ولا ينفع اقول ايثين ولا ينفع اقول هيهين ولا ينفع اقول تولوين. التولوين ده برضو لازم تبقى عارفه. انت ابني حلقه بنزين وممكن بدل ما اعمل خط او خط لا اعمل دايره طالع منها مجموعه CH3 وهنشوفها قدام في جزء البنزين. طب والايثايلين؟ ما الايثايلين هي C2H4 اللي هي الايثين. والسبستيتيوشن ما بيحصلش غير لمجموعات الالكان فقط. اجابه سي. السؤال اللي بعديه وات از ذا يوزج اوف فريون. يا ترى الفريون استخدامه ايه؟ ماده بتسقع كولينج سبستنس او كولينج ايجنت. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا يا رجاله ذا كومباوند يوز ان اير كونديشن اند ريفريجريتور اللي هو مين؟ اللي هو CF4 اللي هو الفريون. او يا رجاله سي ويبقى فيها F2 Cl2. ما هو ينفع كده وينفع الاثنين فريون. يا اما الاربعه اف يا اما 2 اف و2 Cl. صح؟ مظبوط. الله ينور عليك. يبقى كربون وكلورين اند كربون كلورين وفلورين. جميل. اللي وراه have 5 اورجانيك. عندك 5 اورجانيك. في تعديله بس لو سمحت هنا هتشيل حاجه وتحط مكانها Cl. A B C D E E F A. Which of the following is correct? E is used as safe anesthetic. فين E دي؟ E فين ده؟ اهو. Cl لا طبعا غلط. C و D is used air conditioner. فين C و D؟ C اولا ده مش air conditioner. غرفه ده هي غلط. C is used in dry cleaning. C Cl 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 يبقى ده صح. يستخدم في الدراي كلين بروسيس. اللي بعديه بيقول لحضرتك كلوروفورم هاز. ايه الكلوروفورم ده يا رجاله؟ اللي هو CHCl3 اللي هو رمزه ازاي؟ C ماسكه في Cl ماسكه في Cl ماسكه في Cl وماسكه هنا في H. ده ملوش اي ايزومر. هي الاجابه هتبقى 0. والسؤال ده يا رجاله ملغي. ويلا بينا استاذنكم يلا بينا على اللي بعده. السؤال الاولاني بيقول لي الكين ار كونسيدرد مور اكتيف ذان الكان. ليه الالكين اكثر نشاطا من الالكان؟ عشان فيها حاجه اسمها يا رجاله باي بوند. ان الالكين في دبل بوند. رابطه فيهم بقول عليها سيجما ورابطه التاني بقول عليها رابطه باي. يبقى عشان في ويك باي بوند. خلي بالنا من ريشه التركيب بقى. الله يكرمك بالله عليك كده. بص يا سيدي اللي وراه heating ethanol with strong sulfuric acid. ايثانول اللي هو C2H5OH. شكرا يا كدابه. مع كونج سلفوريك اسيد اللي هو ايه يا رجاله؟ سو بالله عليك مثلت عليه وضحكت عليه بعد كل اللي عمله معاه عند درجه حراره 80 وقالت له انا بحبك وبموت فيك يا حبيبي نور عيني في عينيك يا حبيبي قرب ايدي في ايديك وطلع ميه هنيك. فقام مطلع ميه H2O واعطاني مركب اسمه C2H5OSO3H. الله. يبقى ده المركب اسمه ايه؟ ايثايل هيدروجين سلفيت. اسمه انترميديت كومباوند. ايثايل هيدروجين سلفيت. الله الله الله. اللي وراه هيتنج ايثانول ويز كونج سلفوريك اسيد 180. بص انا هريحك عشان نخلصوا اي حاجه.
هات خمرة، خمرة حرام، والخمرة هي الإيثانول C2H5OH. طالما 180 ما تفكرش 180 يعني في مية هتطير. لو جيت تطلع مية اسمها HOH. الله الله، بص يا أستاذة دبانة، HOH أشيل من هنا وH أشيل من هنا H يبقى اديني C2H4 اللي هو اسمه عندي إيسين أو اسمه عندي إيسايلين. تكون الإجابة الصح عندك هي الإجابة B. السؤال اللي بعده، هيتنج بروبايل الكحول. ايه بروبايل الكحول؟ بص، بروب يعني 3، 1 2 3، وحط هنا مجموعه ايه يا رجاله؟ OH. وسكونك سلفوريك اسيد عند درجه حراره 180. صلى على النبي. مش ده اسمه بروبايل C3H وهنا في اخرها OH. يلا بينا واحده واحده. 3 في 2 ب 6 زائد 2 ب 8، يعني الصح احط 8 بس انا هحط 7. ليه هتحط 7 يا عمر سليمان؟ عشان لازم اضحي باتشاي عشان امسك في المجموعه بتاعت الاو اتش. ليه؟ لو انت عايز تكمل هنا او اتش او اتش وهنا اتش اتش، بص عد كده 1 2 3 4 5 6 7، ادي 7 اتشات. ده المركب مرسوم، ده المركب مكتوب. انت لما هتسخنه يا رجاله عند درجه حراره 180 في وجود الاتش 2 SO4، ايه اللي هيحصل يا زميكس؟ قال لي هطلع ميه HOH. طب ماشي، لما اطلع ميه اشيل من هنا OH واشيل من هنا H هيبقى اسمها C3H6 اللي هو CnH2n. يعني الراجل ده تبع عيله الالكين. طب طالما ده الكين و3 يبقى اسمها بروبين. ولد ولد ولد. يبقى الاجابه الصح هيديني حاجه اسمها ايه يا رجاله؟ قال لي هيديني حاجه اسمها بروبين زين هيدروجينيشن. ويت، بروبين اللي هي ايه؟ سي سنجل سي بس هنا في دبل بوند عشان ده تبع عيله الالكين. هيدروجينيشن يعني هدخل عليها H2. ركز بالله عليك في الحته اللي جايه. لما هتدخل H2 هكسر رابطه وادخل هنا اتشايه وادخل هنا اتشايه، فهيبقى سي سنجل سي يعني هيتحول من انساتيوريتد لساتيوريتد، هيبقى اسمه بروبان يا بيبي. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه ايه؟ حلو. اللي بعديه بيقول لي معاليك هنا بسم الله. ذا الكين كونسيدر ديريفاتيف فور الكان. ديريفاتيف يعني مشتق. الالكين اللي هو CnH2n من الالكان CnH2n بلس 2. الالكين مشتق من الالكان، ايوه طبعا. باي ريموف، هو الالكين يعتبر شبه الالكان. لو شلنا من الالكان ايه؟ لو مش هو ده CnH2n، اما CnH2n بلس 2 يبقى الفرق هنا 2 من الايه؟ من الهيدروجين. يبقى باي ريموفينج 2 هيدروجين اتوم. لو شلنا 2 هيدروجين اتوم من الالكان يديني الكين. السؤال اللي بعده، all the following are a member of the same homologous series except. كلمة homologous أو homogeneous series يعني إيه؟ يعني بالبلد يا رجالة نفس النوع اللي هو الكين أو الكان الكاين ومتسلسلين ورا بعض في يعني مثلا إيه؟ ميثان إيثان بروبان، يعني هي عيلة متدرجة ورا بعضها، بيبقوا متدرجين في الصفات الفيزيائية وشبه بعض في الصفات الكيميائية. بيقول لي كلهم homologous أو homogeneous series ما عدا بص 4 في 2 ب 8 زائد 2 ب 10، 3 في 2 ب 6 زائد 2 ب 8، 2 في 2 ب 4 زائد 2 ب 6. حلو قوي، دول كلهم تبع عيله الالكان. طب تعالى هنا 3 في 2 ب 5، 3 في 2 ب 6 6 وهنا كاتب لي 5. طب معلش 2 في 2 ب 4 زائد ايه ده؟ 3 في 2 ب 6 زائد 1. ايه ده؟ لو جيت بصيت على اجابتك يا رجاله محترمين سريعا كده واحده واحده بالله عليك وخلينا مركزين، هتكون الاجابه عندك ايه؟ هنا دي مش منطبقه على اي قانون، ولا الكان ولا الكين ولا حمو التنين، وطالما مش منطبقه على اي قانون فهتكون الاجابه الصح عندنا هي الاجابه بي. ماشي. اللي وراه بيقول لي بريباريشن اوف ايثايلين. ما هي الايثايلين هي بالله عليك الايثين، وعشان احضر الايثين او الايثايلين اللاب فروم ايه؟ واحده واحده. احنا بنعمل ايه؟ هات خمره اللي هو الكحول، خمره حرام، ولع فيها 180 في وجود الهسو H2HOSO3H. ساعتها هعمل ايه؟ هيطلع ميه ويديني الايثين. يطلع ميه اسمها عمليه ايه؟ ديهايدريشن او اسمها اليمينيشن اوف ووتر، يعني ازاله الماء. اللي وراه بيقول لي هنا يا رجاله ركز بالله عليك، قدرك قرب يا جو. يلا هيدروليسيس اوف ايثايل هيدروجين سلفيت. معنى كلمه هيدروليسيس يعني اد وودر
ايثايل هيدروجين سلفيت يعني C2 H5 O SO3H. الميه اسمها HOH، درجة حرارة 110. بابنا بيخبط ونركز في هذه اللحظة يا سادة، واحدة 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 واحدة. في هذه اللحظة بعمل ايه؟ لما هاجي احط مية هصه هتطلع زي ما هي، خلاص؟ ولما هصه تطلع هتاخد من هنا اتشاية، هيتبقى لي او اتشاية تمسك مع C2H5 C2H5 OH. ولو فكرك انا كنت بشيل الميه عند درجه حراره 180 واحط الميه عند درجه حراره 110. جبت الكحول شيل منه الميه 180 يديني الكين، حط على الالكين ميه عند 110 يديني الكحول. يبقى هنا يا رجاله اللي حصل جيب ايه؟ هيديني حاجه اسمها ايثانول. الله الله الله. طب لو جينا سالنا هنا يا رجاله ثيرمال ديكومبوزيشن، يعني ايه كلمه ثيرمال ديكومبوزيشن يا رجاله؟ معناها يا رجاله هي عملية التكسير الحراري لإيثايل هيدروجين سلفيت عند درجة حرارة 180. الله عليك. يعني أنا هسخن حاجة 180 يعني هشيل مية. معنى إن أنا هشيل مية من غير ما تفكر يعني تاني أهو C2H5OSO3H شلت منها سوري أو شلت المية أو شلتها عامة 180 من غير ما تفكر. الهوسو هيطلع زي ما هو ويديني C2H4. يبقى انا كنت بحضر مين؟ الايثين. ايه السؤال اللي بعده؟ correct IUPAC name for 2 و2 دايميثايل 3 بنتين. يلا بنت 1 2 3 4 5 3 بنتين. واحد بص 1 2 3 يبقى هنحط هنا دبل بوند. 2 و2 دايميثايل يبقى هنا CH3 CH3. مش هو سماه؟ بص الاسم اللي عندي يا رجاله قال 2 و2 اوكي. ام سوري بالراحه معلش انا اسف. اوبا اوكي يا ولد يا كداب يا جميل. اعد منين؟ اعد من اقرب مكان للدبل بوند. عارف؟ طب اعد من اقرب مكان للدبل بوند من الجنب ده ولا من الجنب ده؟ لا من الجنب ده. طب لما اعد هيبقى 1 2 3 4 5. هتبقى فرع وفرع، هتبقى اسمها 4 و4 داي ميثايل و5 يعني بنتين. والدبل بوند موجوده المره دي عندك 1 2 و3 يبقى عند 2. يبقى هنا في 4 بس ناقصه في الاول، يبقى 4 و4 داي ميثايل 2 بنتين. ب اللي بعده. في السؤال اللي بعده يا رجاله بيقول لحضرتك هنا which of the following represent the number of the sigma bond in one of molecule W in alkene. باشا فاكر كنت بقول لك ايه؟ هات عدد الكربون هات عدد الهيدروجين نقص منه 1. يبقى تاني هو هنا عدد الكربون اسمه X، عدد الهيدروجين اسمه Y، يبقى انا هعمل X زائد Y ونقص منه 1 تعرف عدد السيجما بوند، فتكون الاجابه الصح هي الاجابه سي. السؤال اللي بعده. في السؤال اللي بعده قال لي ذا كوريكت ايوباك نيم، الاسم الصحيح. ده نفس السؤال بس كاتبينه صح اهو 4 و4 مش هنهزر بقى بالله عليك مش كل شويه. بيقول لي بقى when heating alkyl هيدروجين سلفيت، بدل ما قال ايثايل قال الكايل اللي هو كان اسمه C2H5OSO3H. واحده تقول ايه ده؟ بص عمر كسامك كاتبها ازاي؟ هو كاتبها ازاي؟ هو كاتبها لي C2H5SO4H. فرقت معاك في ايه؟ بدل ما يعمل OSO3H عملها لك عملها لك SO4 على طول H. جميل. 180 خلاص خلصنا 180. حاضر. الهوسو هتطلع زي ما هي. لما الهوسو تطلع ده هيطلع اهو وهيتبقى لي مين؟ CX HY. بس انا قلت لك الهوسو وهي طالعه بتاخد من الاتش 1 -1 فتبقى الاجابه الصح سي. يبقى تاني الهوسو وهي طالعه عند 180 بتعمل ايه يا رجاله؟ يبقى تاني الهوسو وهي طالعه عند 180
تبدا انها تاخد واحد منهم، تاخد واحد من الاتش اللي موجوده، فلما هتاخد واحد من الاتش هتبقى اسمها سي اكس واي ماينس 1، فتكون الاجابه الصح هي الاجابه سي. السؤال اللي بعده وات از ذا كوريكت نيم فور ذا فولوينج كومباوند اكوردنج تو ايوباك. عايز الاسم الصحيح. طبعا هتقعد بقى سيادتك تجرب لحد ما توصل ل3 هكسين. 1 2 3 4 5 6. ادي 6. 1 2 3 تحط هنا الدبل بوند. طب 2 ميثايل هتيجي هنا وتعمل سي اتش 3. تعالى نعد مع بعض كده. ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى اسمها 3 هكسين 2 ميثايل. لو قعدت تجرب الباقي هتلاقي برضو باقي فيهم شويه اخطاء. مثلا ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 3 هكسين يعني هنا في دبل بوند 5 ميثايل. 1 2 3 4 5 هتلاقي حاطط سي اتش 3 من هنا. طب ايه الغلط؟ طب ما طالما الفرع موجود من هنا وانت كده كده لو عديت من هنا هيبقى عند 3، لو عديت من هنا يبقى 3. طب برضه طالما الجنبين هم خلي الفرع برضه قريب بقى، يبقى تعد 1 2 3 4 5 6 يعني 5 مثال. دي مش مظبوطه، يبقى دي الوحيده المظبوطه. لو سيادتك قعدت تجرب الباقي هتلاقي الباقي ما فيهمش حاجه مظبوطه. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول هنا ايه يا رجاله؟ تو اوف اورجانيك كومباوند، كومباوند 1 كومباوند 2. كومباوند 1 نمبر اوف كربون، عدد الكربون اللي عندنا هقول عليه اكس، يبقى ده عدد الكربون. وعدد الربطات ما بين السي والسي هقول عليهم اكس، يبقى ده عدد البوند. بس البوند يا باشا ركز معايا رايح العنبوكه قريب، ما بين المركبات او ما بين الكربونات اسمها اكس. في كومباوند 2 عدد الكربون اسمه عندي واي، وده طبعا واي ماينس 1، وعدد الربطات اللي ما بين الكربون اسمها عندي واي ماينس 1. تعال هنا بادئ كومباوند 2 وهنا كومباوند 1. تعال نجرب. 1 2 3 4 بيوت. تعالى كومباوند 2 في كام كربونه؟ 1 2 3 4. في كام رابطه؟ يلا شوفوا كام رابطه. 1 2 3. تصدق ده هنا كومباوند 2 عدد الكربونات، في الثانيه بقى عدد الكربونات ماينس 1 هي عدد الربطات. مظبوطه مفيهاش حاجه غلط. طب تعالى نجرب الثاني. بنتان 1 2 3 4 5. هنا في كام كربونه؟ 1 2 3 4 5. طب في كام رابطه؟ 1 2 3 4. يبقى الراجل عدد الكربونات ب5 وعدد الربطات ب4، وهو قال لك لازم الاثنين يكونوا قد بعض. لا ما ينفعش. طب تعالى اللي بعدها. بنتان مش بنتين، مكتوب عندكم بنتين عدلها. 1 2 3 4 5. يلا نعد. ادي 5 كربونات وكم رابطه؟ 1 2 3 4. كده صح. عدد الكربونات نقص منها 1 تدي عدد الربطات زي ما هو قايل واي ماينس 1. طب سايكلوبيوتان 1 2 3 4. لو جينا بصينا في كام كربونه؟ 1 2 3 4. طب في كام رابطه؟ 1 2 3 4. يبقى بالفعل عددهم قد بعض، فتبقى الاجابه الصح هي الاجابه ب. اللي بعده ذا نمبر اوف ذا جازيس الكين. سؤال صايع. هتقولي لو عدد الكربونات من 2 لحد 4 هتقولي 2 و3 4. في ناس تختار 3. هقول لك بص. طب تعالى نمسك واحده واحده. اول واحد سي دبل بوند سي. تاني واحد سي حط دبل بوند. تالت واحد 1 2 3 4 حط دبل بوند مره عند الكربون 1 و2. 1 2 3 4 حط دبل بوند مره عند 2 و3. او 1 2 3 حط دبل بوند في النص. يبقى انا كده عندي كام شكل؟ ادي 1 2 3 4 5. يبقى انا كده يا رجاله عندي 5 اشكال. اللي بعده what is the correct name for the following compound according to IUPAC. عايز الاسم الصحيح. هو نفس السؤال تقريبا. الاجابه الصحيحه 2 ميثايل 3 هكسين. لسه حلين اخوه هو نفس السؤال اللي وراه. which pair of the following compound different in physical state. في تعديله ماشي. التعديله بتاعتنا هنا هتبقى كام؟ سي 10 اتش 20. يلا بينا اجابتنا بقى. صلي على سيدنا. مين في دول
مختلفين المره دي، مختلفين في الفيزيكال ستيت. طب تعالى نفهم كده، هو هنا السي بكام؟ ب 15 وهنا السي بكام؟ ب 15. 15 في 2 ب 30 زائد 2 ب 32 ده الكان. 15 في 2 ب 30 ده الكين. احنا قلنا عدد الكربون من 5 ل 15 ليكويد او في حاله الالكين، ومن 5 ل 17 ليكويد في حاله الالكين. يبقى الاثنين دول اساسا عباره عن ايه يا رجاله؟ عباره عن ليكويد. طب تعالى هنا 13 و10 برضو نفس الكلام، دول ليكويد حتى لو كان الكين او الكين. تعالى هنا بقى، هنا 17 في 2 بكام؟ هي 17 في 2 بكام؟ ب 34 على طول. 17 في 2 ب 34، يبقى ده الكين. و15 ده الكين. بس ركز بقى، عدد الكربونات من 5 ل 15 او اتاكدوا لي بالله عليك، من 5 ل 15 يعتبروا عندي ايه؟ قال لي يعتبروا عندي ليكويد. يا ربي يا ربي، ليكويد ماشي. اما هنا ده من فوق اكتر من 15 دول سوليد، فده اكتر من 15 وده 15، يبقى الاجابه ده واحد سوليد والتاني ليكويد، مختلفين في الفيزيكال ستيت. اوكي، وبكده يا شباب تكون خلصت البارت اللي فاضل اللي معاك. يلا بينا نخش على البارت اللي بعده. شباب هنفتح بارت 2 ليكتشر 6. ركز في الكلام. بارت 2 بيقول ايه؟ بيقول لحضرتك 2 بنتين كونتين كام ميثايلين جروب. الناس عندها مشكله ما بين كلمه، معلش بس اكتبها في بورد جانبيه، ما بين كلمه الميثايل وكلمه الميثايلين. خلينا نمسك واحده واحده. بص يا حبيبي، ميثايل وهي مجموعه السي اتش 3 اللي هو الفرع، ميثايلين وهي مجموعه السي اتش 2 دي اسمها ميثايلين جروب. طب يلا، 2 بنتين ادي 1 2 3 4 5 ادي 5. طب 2 بنتين يعني ماسك عند الكربونه ادي 1 2 3 4 5، ماسك عند الكربونه رقم 2 هنا في رابطه دبل. طب مستر كده جميل قوي، يلا بينا. في كام ميثايلين؟ عشان اعرف الميثايلين هرسم باقي الاتشات. دي ماسكه في 1 فاضل لها 3، دي ماسكه في 3 فاضل لها 1، دي ماسكه في 3 فاضل لها 1، دي ماسكه في 2 فاضل لها 1، دي فاضل لها 2، دي ماسكه في 2 فاضل لها 3. اي رابطه فاضيه حط لها هيدروجين. جميل، يبقى كل دايره من دول عباره عن هيدروجين. بيقول لك في كام ميثايلين جروب اللي هو كام؟ سي اتش 2. بص معايا كده، هتلاقي ان هنا دي مجموعه سي اتش 2، دي مجموعه سي اتش 3، دي مجموعه سي اتش 3، وكل واحده من دول سي اتش وسي اتش. هو عايز سي اتش 2، هي مفيش غير واحده بس، فالاجابه هتبقى 1. اللي بعديه بيقول لي عندي كومباوند سي 2 اتش 4 2 في 2 ب 4. ده اسمه ايسين. ماشي. سي 3 اتش 6 3 في 2 ب 6، ده اسمه بروبين. طب يلا بينا، 4 في 2 ب 8 زائد 2 ب 10، اسمه بيوتان. خد بالك بقى من حاجه يا فنان، عايز ايه؟ قال يا مستر كل دول سواء الإين أو الآن، فأنا كده ما بين الألكين والألكين. قال لي هنا they are different from each other in number of carbon، مختلفين في عدد الكربون وهيدروجين but similar in، يا ترى شبه بعض في ايه؟ هتقول لي have same chemical property، لا طبعا. unsaturated، في 2 unsaturated فيهم دبل بوند ولكن ده سنجل يبقى ما ينفعش. has same density، لا عدد الكربون مختلف فأكيد الدنسيتي اختلفت. بص مفيش غير دي فاضله. طب تعالى نعرف جاز. احنا عندنا الجازز من 2 ل 4 ومن 1. مستر استنى كده، ده يعتبر عندي جاز تبع الالكين، وده يعتبر 4 جاز اللي هي البروبان والبيوتان. لو تفتكر كنت بستخدمهم في البيوتا جاز. يبقى الاثنين عندي يصنفوا جازز. اللي وراه ذا كوريكت ايوباك نيم. قلت لك مثال الكوريكت ايوباك نيم. لو سمحت كل اللي هتعمله هترسم المركب الاول. 2 و2 داي ميثايل دول فروع. طب ايه؟ 3 بنتين. ادي 1 2 3 4 5. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5. 3 بنتين يعني عند الكربون رقم 3 اول واحده بتمسك في الدبل بوند. 2 و2 يبقى هنا في مجموعه سي اتش 3، هنا في مجموعه سي اتش 3. طب يلا بينا بقى كده نعد. اعمل نفسك ما شفتش الاسم ده، يبقى اول حاجه برسم الاسم الخاطئ واعمل نفسي ما شفتوش. يلا بينا.
لما باجي اعد بعد من الجنب ده يا رجاله. يلا ليه اشمعنى؟ بعد من اقرب، حتى الارقام اللي انت كاتبها دي انساها، اعتبرها ما جاتش. انت كل اللي هتعمله هتعد من اقرب رقم للدبل بوند. لو عديت من هنا هتبقى 1 2 3، لو عديت من هنا تبقى 1 2، تصدق ماسك عند 2 3 4 5، لاني لما بعد من اقرب مكان يمسك فيه الدبل بوند. كده هنا اصبح 5، يعني قال لي يعني بنتين. طب ماسك في الكربون رقم كام؟ 2، يبقى 2 و3، بس انا باخد الرقم الاصغر. طب هنا في مجموعتين ميثايل داي ميثايل، اسمع كده واحده واحده، كام وكام؟ 4 و4. عند تكرار الفرع بكتب الرقم مرتين، يبقى 4 و4 داي ميثايل 2 بنتين. الاجابه هتبقى عندك ان شاء الله بي. السؤال اللي بعده بيقول وات از ذا كوريكت نيم فور ذا فولوينج. معلش المركب ده عشان دي رابطه بس ماسكه مش صح، ودي رابطه بس انا عملت لك المركب اهو بشكل اوضح. ايه الشكل الصحيح لده؟ بص يا معلم، اول ما تلاقي اتشات اعمل نفسك مش شايفها. هنا في كام سي؟ هنا في 2، خد السي فكها، ادي سي وادي سي. يلا بينا نعد اطول سلسله. عشان اعد اطول سلسله، لا مؤاخذه القلم صاحي، عشان اعد اطول سلسله عندك اللي اعمله كالاتي: هاخد اطول سلسله فيها دبل بوند. تعالى كده واحده واحده لما ادور على اطول سلسله فيها دبل بوند. استنى، دي كده اطول سلسله فيها دبل بوند، بس خلي بالك يا مستر احنا ممكن نعمل حاجه تانية عشان الناس اللي فكرت تاخدها بالشكل ده. لا، اطول سلسله هنا كان في مجموعه سي اتش 3، اطول سلسله فيها دبل بوند لو عديتها دي 1 2 3 4 5 6. طب تعالى عدها كده: 1 2 3 4 5 6. فرقت؟ والله ما فرقت. الناس اللي بعد تسال فرقت وربي ما فرقت. اشمعنى؟ بص يا حبيبي، اخترتها كده هيظل ان الراجل ده اصبح فرع والراجل ده اصبح فرع. طب انت لو اخترتها كده اصبح ده فرع وده فرع، هتفرق؟ برضه مش هتفرق. طب لما اجي اعد منين؟ تعالى واحده واحده: 1 2 3، وهنا 1 2 3. تصدق ما فرقتش؟ يبقى انا هعد من عندي اهو يا رجاله: 1 2 3 4 5 6. 6 يعني يا رجاله هكس. سنجل ولا دبل؟ دبل، يبقى هكسين. ماسك فيه كام فرع؟ 2، يبقى ميثايل، بس هما 2 يبقى اسمها داي ميثايل. طب ماسك عند الكربونه رقم 3 و4، اختار رقم كام؟ 3. طب ماسك في الفرع عند ايه؟ قال لي ماسك في الفرع عند 3 وماسك في الفرع عند 5، يبقى هنا عندي 3، ركز كده، و5. طب مستر لو سمحت خلي بالك ان انت لو جيت بصيت بالرسمه اللي احنا رسمناها دي اجين، لو جيت ركزت على الرسمه اللي احنا رسمناها عشان برضو الاجابات ما تبقاش عندك غلط. لو جينا بصينا على الرسمه اللي انت رسمتها، ادي 1 2 3 4 5 6، هم دول ال6 اهم، ادينا علمت عليهم. واصبح ده فرع وده فرع. مين الفرع ومين الفرع؟ واحده واحده كده رجاله. هنلاقي الفرع واحد ماسك عند الكربونه 3 وواحد ماسك عند الكربونه 5. لو جينا بصينا هنا مش هتلاقي الاجابه عندك، هتلاقي هنا 2 و4. لا هي مش 2 و4. حتى لو عديت من هنا مستر استنى، لو انت عديت من هنا هو انا كده احسن لي اعد بقى من الجنب ده ولا اعد من الجنب ده؟ هي دي التريك بقى. ليه؟ ما يا مستر ما هنا هتيجي تقول لي ما انت لو عديت كده هتمسك عند الكربونه رقم 3، ادي 1 2 3 4 5 6. ما انا برضو لو عديت من الجنب ده هلاقي نفسي ماسك عند 2 وماسك ماسك عند 3 وماسك عند 4، ولو عديت من الجنب ده 3 و4. لو عديت من اي جنب ادي 1 2 3 4 بالنسبه للدبل بوند ما فرقتش. ما انا عايز اقول لك حاجه، اكتب عندك كده: لو عديت من اي جنب ولقيت الدبل بوند مش فارقه، بص على الفروع. تاني يا مستر عشان ما اتلخبطش اقول لك من عينيا، تاني من عينيا، واحده واحده. سي اتش 3 سي، سوري انا اسف، سي دبل بوند نازل منها سي 2 اتش 5. عايزك تركز في الحته دي قوي بالله عليك. وهنا سي اتش، وهنا سي اتش، وهنا سي اتش 3، وهنا نازل منها سي اتش 3. بص يا معلم، لو جينا نركز بقى، انا اول حاجه هفك الفكه دي، حاضر افكها لك. ادي سي وادي سي، اتشات ملهاش لازمه. ادي 1 2، معلش انا هعلم اللي انا عاوزه: 1 2 3 4 5 6. ماشي يا معلم.
1 2 3 4 5 6. بص يا باشا، لو عديت من الجنب ده او من الجنب ده الدبل بوند ما فرقتش. طالما الدبل بوند ما فرقتش هحاول بقى خلاص، ما هي الدبل بوند من هنا عادي والدبل بوند من هنا عادي، احاول اعد من اقرب مكان للفرع. بص هنا فرع عند رقم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى هنا موجود عند 3 و5 8. طب تعالى كده نعد من هنا 1 2 3 4 موجود عند 2 و4، يبقى مجموعهم كام؟ 6. يبقى طالما الفروع، يبقى ده كده الاجابه دي مش صح. الاجابه دي خلي بالك مش صح. ليه؟ لان تقول لي بس انا اعد من اي جنب، اقول لك انت صح، بس انا اهم حاجه عندي الفرع يبقى مكانه مظبوط. طالما الجنبين مظبوطين هدور على اصغر رقم للفرع، فاعد ادي 1 2 3 4 5 6. بص 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 الفرق ما بين التسميات ها. 6 يبقى اسمه ايه؟ قال لي يبقى اسمه هكسين. طب ماسك عند كام؟ 2 و3، فهختار 3. ايه ده الجاه هو ده. يبقى هي نفس الفروع، هي نفس الدبل بوند مع اختلاف اماكن الفروع. مستر دي اسمها داي ميثايل، وربنا هي الفرق كله فين بقى يا معلم؟ ان انت لو جيت فكرت وتعد من هنا هتلاقي الفروع ماسكه في ارقام كبيره. انا عايز احاول ادور على اصغر ارقام كربونات الفروع ماسكه فيها. يبقى انا هاجي ابص هلاقي نفسي بدور هنا ماسك في 2 وهنا ماسك في 4، هيبقى اصبح اسمه 2 و4 داي ميثايل هكسين. ودي الاسئله اللي سيادتك بتتلخبط فيها. 2 و4 داي ميثايل 3 هكسين، وهتبقى الاجابه سي. اللي بعده بيقول، السؤال اللي بعده بيقول لك على طول يا جماعه لو سمحتوا، وات از ذا كوريكت ايوباك نيم للمركب ده؟ صلي بينا على النبي. فكره الاقواس اللي انا شرحتها في المجاميع وهشرحها تاني دلوقتي. بص يا حبيبي، انا لو عندي قوس وجواه قانون CnH2n+1 بعتبرها فرع مع اللي قبله. يبقى تاني، انا لو اسرع يا جماعه لو سمحت اقول ايه؟ انا لو عندي قوس وجواه قانون CnH2n+1 بيطبق عليه القانون ده، هعتبرها فرع مع الكربونه اللي قبلها. طب بقول لك ايه، ما تيجي ناخد ده على جنب كده عشان نبقى كلنا شايفينه. يلا انا هنقله، معلش انا اسف. ادي CH3 دبل بوند، CH3 دبل بوند ماشي، هي هنا CH2 طبعا في غلطه. دبل بوند CH، افتح قوس CH2 CH3 الكل 3. يلا بينا. اول حاجه انا هكتب عادي ادي CH2 مفيش اي حاجه، دبل بوند CH. ثانيه قوس قوس قوس، الحق هل يطبق عليه القانون ولا لا؟ تعالى كده CnH2n+1، لو القانون يطبق يبقى ده فرع. هنا في كام اتش وكام سي؟ واحده في 2 ب2 زائد 2 ب3. طب تعالى ده مش هنا مش لا يطبق عليه قانون الفرع، فطالما القانون ما اتطبقش يبقى ده تبع السلسله. يبقى انا هنا هكمل CH2 عادي، اسحب اللي وراه سي. خلي بالك بقى، تعالى CnH2n+1. يلا هنا في كام كربونه؟ واحده. 1 في 2 ب2 زائد 1 ب3. خلي بالك ده متكرر كم مره؟ يبقى ده اصبح فرع مع اللي قبله. تاني، اصبح فرع مع اللي قبله 3 مرات. يعني ايه؟ يعني الراجل ده هيمسك مع اللي قبله كفرع 3 مرات. تعالى بص يا ريس، هيمسك هنا مره CH3 وهيمسك مره كمان CH3 وهيمسك مره كمان CH. واحد يقول لي طب ليه ما نكتبهمش جنب بعض؟ ما ينفعش، انت كده خليتهم مش فروع، كده خليتهم سلسله. انا بخليهم فروع وبعد كده ولازم القوس ماسك مع السي اللي قبله. طب تعالى كده يا ريس بقى واحده واحده، اعمل نفسك ما شفتش كل ده ودور على اطول سلسله. ادي اطول سلسله. طب وبعدين؟ قال لي يا مستر هعتمد ان الراجل الطيب ده فرع والراجل ده فرع. طب مستر ما ده CH3 تبع القاعده. حبيبي خلاص انا مالي، الاتشات خلاص خلصت، انا كده رسمت الرسمه الصح وعرفت القوس ده فيه فروع، بس الفرع لقيته مكمل تبع السلسله، يبقى ده تبع السلسله. لما اجي اعد هعد من عند ده الفروع ولا الدبل بوند؟ لا الدبل بوند. ادي 1 2 3 4 5. ليه كتبت 4 عشان عند تكرار الرابطه عند الفرع بكتب الرقم مرتين، فيبقى اسمه 4 و4 داي
ميثايل. طب ودول كام؟ 5، يبقى اسمها بنتين. طب ماسك عند الكربون رقم كام؟ 1 بنتين. لو جيت بصيت هتلاقيه هنا 2 شاطب عليه عشان عايزك تكتبها على طول. كنا كاتبينها ايه؟ معلش الناس تاخد سكرين اهي الرقم اهو، 4 داي ميثايل 1 بنتين. السؤال اللي بعده قال لي يا مستر رياكشن اوف ايثين جاز بريباريشن. افتكر كده الايثين كنت بعمل ايه؟ فاكر. هات الكحول. هو الكحول حرام ولا حلال؟ حرام. هات الكحول وولع فيه 180 في وجود الهوسو. جميل. كان اسمها دراي ديهايدريشن او اسمها اليمينيشن اوف ووتر. هل هي دي تبع الاديشن؟ الاديشن يعني بعمل ايه؟ بكسر رابطه وادخل حاجه. معلش بس عشان ما اتضايقش من الناس، سي دبل بوند سي. بص يا حبيبي انا عندي واحده سيجما قويه وعندي واحده باي ضعيفه. لو عايز افعل اللي اعمله كالاتي، هكسر الضعيف وادخل واحده هنا وادخل واحده هنا. اصبحت كل بوند عشان يحصل لها عمليه بريك محتاج يخش لها واحده عند الكربونه دي واحده عند الكربونه دي. مستر طب ده هل التفاعل ده اديشن؟ لا طبعا، elimination reaction صح. which process in 2 steps حصل. كان الهوسو بيخش يطلع ميه وبعد كده كنت بطلع الهوسو، حتى لو الهوسو كان بيخش عند درجه حراره 80 يديني حاجه اسمها ايثايل هيدروجين سلفيت، وبعديها على طول كنت بسخن 180 كنت بطير ال H2SO4 ويتبقى لي ليثين. 2 steps following by the thermal decomposition 180. ايوه معلم الاجابه دي صح، بس عايز اقرا الباقي. elimination reaction take place in 2 steps of double substitution. substitution انا كنت ببدل. معنى كلمه substitution يعني بشيل اتش واحط مكانها سي ال مثلا، اشيل حاجه واحط حاجه. لا طبعا مفيش دبل سبستيتيوشن ولا اي نيله. طب هنا ذا سبستيتيوشن رياكشن، لا طبعا مفيش سبستيتيوشن، يبقى الاجابه الصح هتبقى الاجابه بي. يلا السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك which of the following alkene is less volatile. يعني معناها الأقل تطاير. يبقى أنا عايز عدد الكربون تقيل. بص حبيبي مين أخفف؟ أنا مثلا اديك مثال سريع، انا ولا واحد وزنه مثلا 50 كيلو 60 كيلو عيال رفيعه؟ اكيد كل ما وزن اللحم والدهن بيزيد كل ما التقل بيزيد، فمش هقدر اطير، اما التاني اخف مني. فانا نفس الكلام هنا، كل ما عدد الكربون زاد كل ما الحركه بتقل، ببقى بطيء مش قادر اتحرك. يبقى هنا دور على اكتر واحد فيه عدد كربونات، يبقى الهيك سين. اللي وراه وات از ذا ايوباك نومنكليتشر في البتاع ده. حلو قوي. دور على اطول سلسله فيها الدبل بوند. لما تيجي تدور على اطول سلسله ادي 1 2 3 4، ممكن اعمل كده بس هخلي بالي من حاجه، ان اصبح هنا في 3 كربون وكل حاجه، 3 كربون طالعين في فرع واحد بس شكلهم برضو مش مألوف بالنسبه لي. فانا كعمر سليمان اهو، بص 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 هنعمل ايه اهو كده مألوفه، عشان انت اصبح 3 كربون شكلهم غريب. لا انا 3 كربون لازم او 2 كربون يبقوا جنب بعض. ده كده اطول سلسله. عد ازاي؟ ادي 1 2 3 4. طب تعالى كده نشوف ده كله مع بعضه في فرع واحد، لان الكربونه مطلعه خط واحد، وده كله مع فرع واحد. خلاص شكرا. 2 كربونه في نفس الفرع اسمهم عندي ايثايل، 1 كربونه في نفس الفرع اسمها عندي ميثايل. يلا بينا. طب تعالى نشتغل. ادي 1 2 او 3 4. 4 يعني بيوت، واحط هنا كلمه اين يبقى ده اسمه بيوتين. طب ايه تاني يا معلم؟ قال اي بي سي دي اي، يبقى انا هنا ايثايل. طب مستر ايثايل ماسك عند الكربون رقم 2. طب هنا ميثايل ماسك عند الكربون رقم كام؟ قال لي الكربون رقم 3. يبقى 2 ايثايل 3 ميثايل بيوتين. وخلي بالك هنا ماسكه في اول ده كربونه يبقى 1 بيوتين. يلا بينا يا شباب نخش على ايه اللي بعده. شباب الجزء اللي بعد بيقول يا ترى تسميه المركب ايه؟ طبعا طلع لي من هنا اطول سلسله. طبعا البي ار مش تبع السلسله، السلسله بدايه من هنا اهي اهي اهي. اهم حاجه يبقى فيها دبل بوند، ما ينفعش تسيب الدبل بوند وتحلق لها. طب مستر لو سمحت ايه رايك اخد السلسله كده؟ ما انا هقول لك انت كده اصبح عندك فرع مهدر. ما انا قايل لك يا حبيب قلبي الفروع برضو مهمه، ده فرع اصلي والجزء ده كله فرع. طب بقول لك ايه، تعالى كده نحسبها مع بعض. ده على بعضه فرع واحد وده على بعضه فرع واحد.
تعالى بقى نعد. اعد منين؟ هعد من هنا لأقل، اعد من اقرب مكان للدبل. 1 2 3 4 5 6. 6 يعني ايه؟ قال لي 6 يعني هكسين. هكسين واقفه عند الكربونه رقم كام؟ 1. طب يلا بينا. هو ده اسمه برومو. طب ده 3 اسمه لا 3 سوري بروب، واحط ايل. يلا بينا. اي بي يبقى البي الاول، يبقى انا هكتب هنا 6 برومو، وهنا 3 1 2 3 برو بايل. قال لي بقى يا ترى اذا لونج تشين 7؟ لا هي 6 مش 7. يبقى ده ذا برومين اتوم بوزيشن ان 1. هي البرومين في 1، لا البرومين في 6. يبقى الكلام ده غلط، يبقى الاجابه دي غلط. يلا خلاص ما فاضلش غير ده. طب استنى نقراها يا عم، اعلم عليها وبعد كده نقراها ان شاء الله. يلا. الاجابه بتقول ان البرومين موجود عند 6 صح، وان التاني موجود عند 3 مظبوط يا معلم. اللي بعديه بيقول لحضرتك، شكرا لحضرتك، 1 بيوتين اند 2 هكسين. 1 بيوتين ادي 1 2 3 4 حط الدبل بوند، اند 2 هكسين 1 2 3 4 5 6. 2 يعني هنا مالهم بقى؟ which of the following represent the similarity and the difference between them. the number of functional group. واحده واحده انا عايز اكمل بس. هو ده ماسك في 2 فاضل له 2، ده ماسك في 1 فاضل له 3، وده فاضل له 1 بس، وده فاضل له 1 بس، ده فاضل له 2، ده فاضل له 2، اما ده فاضل له 3. يلا بينا نكمل هنا. الراجل الطيب ده فاضل له 2، وده فاضل له 1، وده فاضل له 3. معنى كلمة فانكشنال جروب يعني الشيء المميز فيه، وهي وجود ايه؟ قال لي معناها وهي وجود الدبل بوند. ده عنده دبل بوند، ده عنده دبل بوند، مظبوط. the number of ميثايلين، او مش في ميثايلين يعني CH2. ده اسمه CH2، اما ده اسمه CH2. تعالى كده، ده اسمه CH2 اما ده اسمه CH2. يبقى 2 CH2 و 2 CH2، يبقى كمان شبه بعض في الميثايلين. امبيريكال فورمولا. تعالى كده، معنى انا شرحتها في السناتر، معنى كلمه امبيريكال فورمولا يعني الخلاصه. ممكن نعرف البنتين البيوتين سوري C4H4 في 2 ب 8. طب والهكسين C6H12. يلا بينا بقى مع بعض واحده واحده كده. اهو مستر سريعا والناس كلها تبقى معايا، عشان اعرف الشكل الملخص هقسم على اصغر رقم، يبقى انا هعمل ديفايدد 4. 4 و4 تبقى اسمها سي، 8 و4 يبقى اسمها H2. ايه ده؟ معنى كلمة امبيريكال يعني الشكل. يلا معلومة اهي، الملخص. بالأمارة كنت قلت لك البوليمر والمونيمر شبه بعض في الامبيريكال فورمولا وشبه بعض في الماس. طب تعالى كده يا معلم، ها سريعا. C6H12 عشان اعرف اي ملخص اي مركب بقسم على اصغر رقم 6. 6 و6 تبقى اسمها سي، 12 و6 تبقى اسمها H2. يبقى تصدق عندهم نفس الخلاصة. هيبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة دي، إن هم عندهم نفس الخلاصة، عندهم نفس الفانكشنال جروب، عندهم نفس عدد الميثايلين جروب. اللي وراه بيقول لي باي دروب هوت سبستانس اكس، في مادة اكس احطها على ايه؟ على الايثانول. مين الايثانول؟ اللي هو الالكحول C2H5OH. ماشي. كونفيرت انتو ايثين، حلو قوي. مين الماده اللي بحطها؟ اكيد مستر هوسو، اللي هو كنت بقول عليه كونك H2SO4 اللي هو السلفوريك اسيد. بعدين تو بيوريفاي ذيس برودكت، عشان انقيه. فاكر لما قلت لك ان غاز الايثين اللي طالع ساعات ما بيبقاش نقي، فبحط عليه NaOH كان بيشيل التريسز او الامبيورتيز. حصل. قال لي يا مستر يبقى الاجابه هنا عندي كونك. يبقى ده لا، ده لا، هي كونك سلفوريك اسيد. ده ينفع ده ينفع، واحط عليه NaOH دايلوتد. لا، بحط صوديوم هيدروكسيد. مظبوط. هتبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي. ايثين بروبان. انت مكتوب عندك في الورق بروبين، لا غيرها خليها بروبان. واللي وراه بروبايلين. تعالى واحده واحده. ايثين 2 يبقى C2
اتش 2 في 2 ب4. بروبان يبقى سي 3 اتش 3 في 2 ب6 زائد 2 ب8 عشان ده تبع الاركان. بروبايلين سي 3. انت طبعا شفت كلمه بروبايلين بطنك وجعتك. بص يا معلم، ساعات بدل ما يقولوا كلمه ايم بيقولوا عليها ايلين. حلو قوي. طب يلا سي 3 اتش كام؟ طالما ده يبقى ده تبع الالكين. ها 2 في 3 ب6. ار سيميلر ان. هل هم شبه بعض؟ اولا ده الكين ده الكان ده الكين. شبه بعض في الكيميكال بروبرتي؟ لا ما حصلش يا باشا. unsaturated فيهم كام واحد unsaturated بس ده تبع الالكان فما ينفعش يا باشا. have the same density. لا يا باشا، عدد الكربونات مختلف. طب ايه الحاجه الوحيده؟ ده 2 و3 و3 دول يا مستر كلهم جاز. لسه حالين سؤال شبه اللي بعديه. all of the following are the physical property of a seen gas except. كل دول من الخواص الفيزيائيه. خلي بالك بالله عليك، هو بيسالك هنا على الفيزيكال. حلو. بص الكالر ده فيزيكال، سبرينجلي سوليبل ده تبع الفيزيكال، البويلنج بوينت اقل من ده لان انا قلت لك معظم الاورجانيك اللي عددهم قليل في الكربونات البويلنج بوينت بتاعتهم بتبقى بالنيجاتيف، فاكيد للزان. كل ده فيزيكال ده فيزيكال ده فيزيكال. اما هنا ريموف ذا كلر اوف كمان 4 اللي هو اللون الفايلت بيختفي لما بكسر الدبل بوند، دي كيميكال. هو بيقول لك اكسبت ايه الحاجه الوحيده اللي مش تبعنا في الفيزيكال؟ هتبقى الاجابه بي. اللي بعده بيقول السؤال اللي بعده بيقول the following figure illustrate the apparatus of ايثين جهاز اللي بتحضيرة الايثين determine the type of the reaction. يا سلام. رقم واحد ده كنت حاطط هنا ايثايل الكحول. طب مستر هنا كنت حاطط الولا ان اي واتش كان بيسحب الشوائب، وهنا كنت حاطط شوية مية وبعمل حاجة اسمها downward displacement. يلا اول حاجة العملية دي كنت بعمل ايه؟ قال لي كنت بسخن الكحول 180 عشان اشيل منه الميه في وجود الهيستو. يبقى اسمها اديشن لا، سبستيتيوشن لا، كده حذفنا اجابتين. اليمينيشن صح. طب مستر ركز، انا يا مستر عمر كنت حاطط الان او اتش. الان او اتش ده يصنف عندي بيز، فاكيد انا حاطه ليه؟ قال لي عشان يسحب اي حاجه من الشوائب. يبقى دي عمليه اسمها نيوتراليزيشن، لان انت عندك عمليه اسمها نيوتراليزيشن اسيد وبيز بيديني سولت ووتر، ودي عمليه نيوتراليزيشن. جميل. طب الاخير، هل الغاز بيتفاعل؟ قال لي لا طبعا، نو رياكت. ليه؟ لان ده اورجانيك وده ان اورجانيك، ده بولر وده نون بولر، مش بيدوبوا ببعض، فهتبقى نو رياكشن. فلما تيجي تحل السؤال هتلاقي السؤال عندك اجابته ايه. خلاص كده خلصنا.